لو طفلك مصاب بالجدري المائي فانت في وضع طوارئ، مش بس عشان الهرش، بس علشان خاطر غلطه بسيطه في الاكل او في الدواء ممكن تخلي الحبوب دي تسيب اثر في وشه او في جسمه يفضل معاه طول عمره، وممكن كمان تدخله في مرض نادر. انا جهاد حسان، اخصائيه التغذيه، وده دليلك المبسط للنجاح. فيروس الجدري فيروس خبيث جدا لانه بيبتدي يعدي المحيطين بيه من غير ما تظهر اعراض، لان فتره حضانه المرض من 10 ل 21 يوم. والاعراض اللي بتبتدي تظهر بعد كده زي الصداع والحمى والهمدان، وبعد كده بيبتدي يظهر الطفح الجلدي الشهير اللي هي بتبقى بقع حمراء اللي بعد كده بتتملي ميه وبتتحول لفقاقيع ميه. بتفضل فرص انتشار العدوى موجوده لحد الحبوب دي ما تنشف تماما وتبتدي تكون قشره. بس المهم كمان ان انت تاخدي بالك ان الحبوب مش بس بتبقى على الجلد، الحبوب بتكون موجوده في الفم وفي الحلق، وبتفضل العدوى موجوده وبيفضل احتماليه انتقال المرض من المصاب للسليم لحد ما القشره دي تنشف تماما. علشان كده بنقول ضروري العزل المنزلي. ازاي بقى نسيطر على الهرش الفظيع اللي بيكون عند الطفل؟ مهم جدا ان احنا نستعمل دهان كلامين على الحبوب ديت عشان نقلل من الاحتكاك بتاع الطفل. مهم كمان ان احنا نقص له ضوافره او نخليه يلبس جوانتي علشان خاطر لما يهرش ما يفقعش الحبايه ديت، او نسيطر عليه ان هو ما يهرش فيها. كمان تقدري تعملي له حمام دافي وتحطي في الميه بتاعه الحمام الدافي دوت دقيق شوفان لانه بيقلل من الهرش. وكمان نقدر نحط كربونات صوديوم. الخط الاحمر اللي لازم ننتبه له وناخد بالنا منه كويس جدا ان احنا لو هنستخدم خوافه حراره، الماده الوحيده المسموح ان احنا نستعملها في الوقت ده هي الباراسيتامول. ممنوع ندي اسبرين وممنوع ندي اي حاجه فيها ايبوبروفين لانه بيتفاعل مع المرض الموجود وبيدخلني في متلازمه جديده اسمها متلازمه ري. فمهم جدا ان احنا ما نديش للاطفال دي غير باراسيتامول. فيما يخص التغذيه، مهم جدا عشان نعمل ترميم سريع للجلد عشان ما يسيبش علامات للطفل على جلده، ان احنا ناخد بالنا ان في اكلات معينه بتزود الهرش ده، وفي اكلات بتخلي الجسم يفضل سايب اثار للبقع، وفي اكلات بتتعب الطفل جدا لانه مش قادر يبلع علشان خاطر فمه وحلقه الملتهبين. الحاجات اللي احنا ممنوع نستخدمها زي الحمضيات والاكلات الحاره، يعني ما ينفعش نديله حاجات حراقه، ما ينفعش نديله حاجات فيها حمض زي البرتقال او الليمون لانها هتلسعه في زوره اللي ملتهب. مهم جدا ان احنا نبعد عن المقرمشات والاكل الصلب، ما ينفعش مثلا اديله شيبسي في الوقت ده، ما ينفعش اديله مكسرات لانها هتتعب زوره جدا جدا ان هو يبلعها وبتجرح الحبوب اللي موجوده في بقنا. ممنوع كمان ان انا اديله وجبات سريعه مليانه بالدهون المشبعه لانها بتضعف مناعته وبتستهلك من طاقته علشان خاطر يهضمها، والمفروض ان انا في الوقت ده بعلي مناعته مش بضعفها. بعد كده عندنا 3 حاجات مهم ان احنا نعملهم بيبتدوا بحرف الت: تخدير وتهدئه وترطيب وترميم. التخدير والتهدئه لان الطفل ده طبعا من السخونيه والتهاب بقه بيكون مش قادر يبلع حاجه ومش قادر يعمل حاجه، ففي الوقت ده هديله زبادي، هديله ايس كريم، هديله ميلك تشيك، اي حاجه تبرد من بقه شويه. بعد كده الترطيب، مهم جدا ان احنا ندي الاطفال دي ميه ومشروبات كافيه في الوقت ده علشان خاطر نساعد جسمه ان هو يعمل شفاء سريع، ولانه في الوقت ده بيبقى عنده جفاف في جلده بسبب المرض اللي هو متعرض ليه. اقدر اديله في الوقت ده ميه او اقدر اديله شاي اعشاب علشان خاطر نساعده على ترطيب جسمه. الحاجه الثالثه الترميم. الترميم مهم جدا ان انا اديله في الوقت ده بطاطس مهروسه واديله بطاطا مهروسه لان فيها فيتامين ايه هيساعد الجلد ان هو يلتئم بسرعه. مهم كمان ان انا اديله بيض، اديله سمك طري، سمك مشوي او سمك مسلوق علشان خاطر يبقى سهل ان هو ياكله. وكمان مهم ان احنا نديله فواكه غير حمضيه زي الموز لانه كمان غني بمضادات الاكسده هيساعده ان هو يخف بسرعه. الجدري معركه مناعه، محتاج بس باراسيتامول عشان نخفض من الحراره، كلاميل عشان نهدي من التهابات الجلد، وتغذيه سليمه علشان نساعد الجسم انه مناعته تقوى ويقدر يقاوم المرض.